حصل ايه الراجل يا عم؟ كمل، حصل ايه في الراجل بسرعه؟ عارف بقيه القصه مش في الفيديو اللي بعده؟ بقيه القصه يا ما تجيب بارت 2 يا دكتوره. بالراحه. خلاص بارت 2 من قصة الراجل اهي، معاه قصتين جداد كمان اهو. يكشيتمر. انا استعملتك بصراحه كتير قوي يا رؤوف، وده ضد طبيعتي. ساعة الدكتور ما جاش، ساعة ونص الدكتور ما جاش، ساعتين على نانو محلول تاني عشان الراجل فقد دم كتير، عايزين نعوضه بأي سائل. الواد الامتياز بتاع السكشن بتاع الرجال قال كلمة ذكية قوي الصراحة. لقيته قال له: أنا عارف إنك متعصب وعايز تقسمني نصين دلوقتي، تمام؟ بس والله الدكتور بتاعنا دلوقتي في العمليات. الدكتور اللي في العمليات ولا نيل؟ الدكتور نايم. يا ولاد الكلب. الدكتور بتاع في العمليات أنا مش عارف أعمل لك إيه، إحنا هنحاول نخليه ستيبل بقدر الإمكان، ولو حالته اتظبطت هنرجع لك. المهم أنا كان معايا حالة عايزين نقيس لها سكر، يعني سسبكتنج ان السكر عالي وعايزين نقيس لها سكر عندنا، بس الشرايط بتاعت السكر اللي بتتحط جوه الجهاز خلصت، فانا عايز اروح للرجال اسرق منهم شريط. خش بقى عليهم. احنا 3 ولدين وبنت، فقاعدين عمالين نقول ايه، بقول لك ايه يا برو، ما تروح تروح تعدي عليهم كده تجيب لي من عندهم شريط وتيجي. قال لي: لا مش رايح هناك. لا يا حدق، اطلع انت الاول. نروح نتضرب سوا، مش هروح اتضرب لوحدي. البنت اللي معانا لابسه زي فستان ولابسه فوقيه الوايت كوت، تمام؟ فشكلها مش باين ان هو دكتوره لو قلعت الوايت كوت. فبقول لها: بص بقول لك على ايه، انت شكلك كده لو قلعت الوايت كوت هتباني تمريض، خدي نفسك روحي هات لنا البتاع ده. تقول لي: لا انتوا من الحكاوي اللي انتوا عاملين تحكوها دي خوفتوني، انا مش رايحه. يا جدعان المستشفى اتهلك من الضحك، بس anyway اكتشفت ان الكلام ده موجود في كل حته. بس حلو يعني، طمنكم عن الراجل الحمد لله الدكاتره نزلوا وحجزوه في الرعايه، وقبل ما نمشي الراجل كان ستيبل وكان كويس، وكان ضغطه رجع تاني بعد ما ادوله تالت علبه محلول، وبس محتاج ضروري يتنقل له دم عشان اللي يعوض الدم اللي اتنقل ده. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ واحد صاحبي كان في الامتياز بتاعه دخل عليه راجل وست، بس بينهم ربع ساعة مثلا. الواد لا مؤاخذة وبعدها بربع ساعة البت دخلت وبتقول لهم: في بطني. فاكتشفوا ان الواد بيحاول يغتصب البنت، والبنت كده. حضرتك بتقول ايه؟ طب استنى احكي لكم حاجه، والله مش وحش، احكي لكم حاجه مش وحشه. جات لنا امبارح في المستشفى حالتين بنسميهم سايكيك، تمام؟ يعني ايه حالتين سايكيك؟ يعني واحده داخله بتمثل دراما بقى، دراميه. يا لهوي. هو بيعمل كده ليه؟ تعرف انها سايكيك منين؟ بنت بتكون شكلها متدلع، تمام، صغيره في السن، وفي حد شايلها وبيجري عليك على لها عصير ليمون. لا ده يا لهوي في حته مانجمنت بنت حرام. الراجل داخل بيجري بيها بكرسي متحرك، تمام، محطوطه على الكرسي، والبنت بنت صغيره كده بشعرها، تحسها مثلا 17 18 سنه، مغمى عليها، تمام، وضايعه خالص، ضايعه يعني كده، تمام. وتبص على عينيها، تلاقي بتعمل كده. وانت عينك دي فيها حاجه؟ اصل انا عندي نفس المرض. هسأل سؤال ليك يا شات، لو انت جاي لك واحده، انت مش دكتورها بتترول ولا ما بترول، اقسم بالله ده اللي حصل امبارح. لو انت جاي لك واحده عامله او واحده مغمى عليها، هتعمل ايه؟ داخل عليك واحده مغمى عليها ومعاها اهلها حواليها كتير، هتعمل ايه؟ زمان كنا بنديهم لازكس وافيل واتروبين مع بعض. استنى، في مانجمنت يا جزار، اجدع من كده بكتير. هفوقها. انا انبهرت. اشممها بصل، هديها بالقلم، افوقها، هديها قلمين، تمام، معاها اهلها اخليها يدوها بالقلم. هي مغمى عليها، انت شعرفك هي مغمى عليها، هتدخلها العمليات الكحول. ايوه. اول حاجه عشان تطمن انها مش تتدلع، ايدك على النبض، في نبض كويس، نفسها كويس، شايف ان في نفس بيطلع، تمام، صدرها بيتحرك، عشان نطمن ان احنا مش ما تكونش يعني اكشلي مغمى عليها، تمام. تسال الاهل، دي اساسي طبعا، هي بتيجي باهل كتير. ايه اللي حصل؟ نفس الكلمه دايما بتتقال: ده كانت معانا عادي، مفيش حاجه بتحصل، وفجأة وقعت. سبحانه. المهم يعني فجأة حصل. حاول، دي بقى تركاية مش كتير بيعرفوها، حاول ترفع ايديها بحيث انها تقع على وشها. يعني انا رفعت ايديها اهو، المفروض انها تقع كده على وشها، تمام، او تقع على دماغها، تمام. هتلاقي ايديها دايما بتقع جنبها، عشان ربنا، يعني عشان خاطر ربنا، حاول تفوقها بكلمتين، اللي هو: يا استاذة انت كويسة، اصحي. لو كملت فيها جابته لنفسها يا اسطى، يا دين امي يا جدعان. تروح تاخد سرنجه من غير سن عادي، بتشيل السن وتروح ساحب حبه من الكحول اللي موجودين عندك، وتشيل السن عادي، وتيجي عند الحته دي في مناخيرها وتكبس. بيصحوا دين ام اسد، بيفوق اللي ما يفوقش.
الفكره نفسها بتاعت انك تمسح له كحول على مناخيره بتضايقك. انا جسمي اشعر تو جرافيك. امبارح كان احسن يوم في حياتي. امبارح بيفوق ولا بيفوقوش؟ بتفوق. ده صحيت في لحظتها وفضلت تعطس وتكح وقامت من على الكرسي اللي هي قاعده عليه وبتدعك في مناخيرها كده. تمام. لا بقول لك ايه، يلعن الكنابل المثيره للدموع. الكنابل المثيره للدموع دي ملهاش استين لازمه قصاد كحولاه في مناخير. يا نهار اسود. طب ليه بتعمل كده؟ الدراما. تبقى شابه صغيره، عيله صغيره، مش عارفه. المهم يعني البنت ديت خلاص بقى بعد الفيك اللي عملته كده طبعا الدكتور ما ينفعش بقى خلاص، يعني ما ينفعش بقى ايه، يعني بنت صغيره وتلبسها مصيبه، فبتروح لاهلها. الدكتور خد اهل المريضه، واحد منهم شرح لها، قال له معلش تعالى نتكلم على جنب. شرح لهم ان المريضه ديت شكلها في حاجه نفسيه اثرت عليها، فلازم تتابع مع دكتور نفسي، والموضوع دوت هيحل لها المشاكل بتاعتها. فبس يعني شربوها عصاير وتبقى زي الفل، بحيث انك برضو بتجاري المريضه في الهيصه اللي بتعملها. ما ينفعش بقى انك ايه تاخد بقى المريضه ده عيله بنت بتستعبط. ما ينفعش. نسيتي كبسه يا معلم. بجد نفسي اعرف تعرفتي على جو ازاي؟ نفسي تجاوبي عشان خاطري. تعرفت عليه ازاي؟ شقطني بس كده. السلام عليكم. ايه ده ايه ده؟ المجتمع ده. جوزك احسن بني ادم في الدنيا، حافظي عليه. ثانك يو. ماشي، مش هو مش احسن بني ادم بس ماشي، هو بسباص اصلا. انا يا بنتي يعني ابننا جو مش انت اللي، مش انا اللي كنت بشقطه. لا مش انا اللي كنت بشقطه. عليا الطلاق كده. جو بسباص، حرام عليكي. لا جو بتاع مش عارفه بيحلو قوي مع البنات، مش عارفه ليه. انا لا جو ابننا محترم، بيصلي الجمعه 3 مرات. ترو. ابننا جو ده ملاك. جو saved me from a burning building once. كينج عليا الطلاق كينج. جو يتشقط برضه حليوه برضه انا عارفه. لا هو حلو اصلا، جنتلمان. هم الدكاتره كده، هو مولود دكتور يا ابني، طلقيه. احنا جايين نهدي النفوس كده مش بسباص. اصل هو بيقولوا لي جو كويس، فانا قلت لهم جو بسباص، فهم مش مصدقين. انا بسباص؟ ده انا شغال في عياده النساء. تعبيط يا اسطى. وبعدين بيقولوا ان جو اتعرفت على جو ازاي؟ قلت له شقطني. قال لا. هو قال ان انت اللي بداتي الكلام. انا بدات الكلام؟ لا شقطتها. سي؟ ايوه. لا انت دخلتي وانا شقطت. انا دخلت. ايوه صاحبي كان في ترابس وانت وقعتي فيها. حصلش. ابلع نرد. شربتها يا كروديا. and he saved 5 kids from Ukraine. اهو شفتي تويتش رايزر ماسك الطبله وهاتك يا دعك. جدعان جات لنا امبارح حاله منتحره. المريضه داخله خاطبها المغوار شايلها على دراعاته ده لسه، وراح حطها على السرير وسند راسها كده من ورا، تمام، بحيث انها يا دكري. دخل حطها على السرير. ما كانش حد غيري فدخلت. لا كان في بنت معانا امتياز، وكان معانا برضو الدكتور بتاع الاستقبال امتياز. فشفناهم داخلين كده قدامنا. اول ما شفتها طبعا بنت صغيره، بنت شابه صغيره، يعني حدود مثلا 17 18 تينيجر، عامله انها مغمى عليها. ده بالنسبه لي المنظر تمام. هو ده ينو المغمى عليه عشان تفهم معايا. المغمى عليه ما بيبقاش رقبته عامله كده، تمام، بيبقى عامل كده اهو. بقى جثه انما لا دي في تنشن هنا، يعني ماسكه نفسها، تحسها كأن ايه يعني دايخ لايك مش مغمى عليه. وبسأل ايه اللي حصل. احنا الاول انا والدكاتره قلنا مين تتراهنوا على كام من ديت سايكيك، يعني انها بتمثل. فقال تعالوا نشوف. قمنا احنا الثلاثه. مالك؟ ببص للراجل اللي جايبها، ما اعرفش ان هو خطيبها لسه، تمام. ببص للراجل اللي جايبها، مالها؟ بص لي كده. رحت اقيس النبض، بمسك دراعها لقيته مقطوع من هنا، تمام. خلينا نتكلم شويه على القطع قبل ما اوقع قلبكم والناس تقول يا لهوي وبتاع. اوكي الناس اللي بتقطع دراعها الخبطه بتبقى يعني تقيله، تمام. التعويره لو حد عايز ينتحر بيبقى انتندد انه يفهم، عنده فول انتنشن، لانه معظم الناس اللي بتبقى اولد ايج شافوا الخرا بزياده، حياتهم ويستد، فهو فعلا انترستد ان هو يعني ينجز. الجرح اللي انا ماسكه بقى الجرح اللي انا ماسكه طبعا هو بينتحر عشان يفضي جسمه من الدم فيموت. يا الجرح اللي انا ماسكه عارف يلا لما تكون ماشي جنب سور وتكون حته من السور طالعه فتخربش ايدك، عارف الحته دي، تمام. الجرح ما بيجيبش حاجه. كانت واوا كان في احمص لقيتها مغمى عليها. بمسك ايديها كده، طبعا مش محتاج حتى ان انا اكشف على حاجه. تمسك ايديها ما عرفش رب. انا ماشي بمسك ايديها عشان اقيس النبض، عشان انا دكتور. ما لقيتش اي حاجه خالص. يا دكتوره علاء. فبفوق فيها، يا استاذه انت كويسه؟ يا استاذه، تمام. انا متضايق ان انا بقول لها استاذه، تمام.
26 سنه بكلم بنت عندها 17 سنه بقول لها استاذه. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ يا ابله من ربنا ما عملهاش تنفس صناعي. درجات احنا سمعتنا وحشه. مش شغلي. لا ده انا المفروض فعلا. المهم احنا داخلين بقول لك ايه، التنفس الصناعي كلهم بيبقوا حالات 85 سنه بنلحقهم. بكلم الشخص اللي قدامها ايه اللي حصل، هموت واعرف. تمام، مش بسال ميديكال نيدز، بسال عشان اسبيل ذاتي. قال لي مفيش. كنت رايح لها وبعد كده دخلنا لقيناها كده في الصاله. تمام، الله اعلم دي الصاله دي بقى فين ولا كانوا بيعملوا ايه، عشان مفيش اب ولا ام جايين. الخطيب المغوار يبقى لوحده. No, this is so bad. نبعد الزن اسم. This is so bad. انا ما بقولش حاجه، انا قلت حاجه بابا فين يا لينا. المهم قلت له معلش روح اقطع تذكره بحيث ان انا مش الحق خطيبته مين. انا لسه كنت رايح اجيب حقنه كحول احطها في مناخيرها اعلمها الادب، اعلمها ان دخول المستشفى لسبب. انا مش عايز قلق هنا. رحت عشان الزق لها الواوا. تمام، هنسميها واوا عشان ما كانش جرح، ده واوا. تمام، ورحت الزق لها الواوا. لقيت الدكتور بتاعي بيقول لي انت بتعمل ايه؟ بقول له عندنا حاله سايكيك سوسايد اتمت ورايح الزق لها الواوا. قال لي ايه ده سوسايد اتمت يعني في كات؟ قلت له اه في قطع. قال لي انت بتاع بطنه انت مال امك. بس عبد الله 00 محمود يقول انت عرفت منين انه خطيبها صلا؟ سالته انت مين؟ قال لي انا خطيبها. لا قلت له انت مين؟ قال لي خطيبها. ده قال لك متضايق اني بص على البيشنت. تمام، انت مين؟ عايز حد يديني تذكره، ما ينفعش اكشف عليها الا معايا تذكره. انت مين؟ انا ابوها. المهم يعني رايح بقى اجيب لزق وقطن، يعني تبقى عملت ها كملنا الدور معاها وروحناها. تمام، عشان انا عايز افضي السرير. انا في الطوارئ في سراير قليله، في حدود مثلا مش عارف 13 سرير 14 سرير. انا مش حمل ان تيجي حاله مهمه. انت دكتور جدا. لا فعلا انا مش دكتور، انا عايز انام. لازم افضيهم وامشيهم عشان الحق انام. ففي 14 سرير ولا حاجه، فهي واخده واحد منهم، في 5 حالات تانيين مهمين جنبها، عايزين نروح دول كلهم. قلت خلاص هنديها لزقه وقطنه تقول كله تمام تروح. رايح بقى اجيب اللزقه والقطنه، الدكتور قابلني بتعمل ايه؟ رايح الزق الواوا. فقال لي احنا مالنا قطع ده بتاع جراح. لا تروح للجراح، تقطع تذكره وتروح تاني للجراح. ايه تذكره تحويل للجراح، يلا اتفضل روح. حتى الدكتور ما كانش عايز يديها لزقه وقطنه من عندنا، يعني تمثيليه بس مش بتاعتنا. يا اسطى انت شغال في السيد جلال، يعني المفروض قلمك في جيبك. يا لهوي في دكتور سرق مني القلم امبارح وكنت قاعد متعصب اليوم كله. القلم ده اهم من السماعه، اهم من لبسي، اهم مني، اهم من شهاده الطب كلها. القلم يا نهار اسود. انا اول مره اعرف. انت دكتور جدا يا اسطى والله لا فعلا القلم ده اكتشفت انه اسينشال فشخ. يا اسطى انت شغال في السيد جلال، يعني المفروض قلمك في جيبك، بلطوهك معاك، شخرة عضتك. تعب يا اسطى. سيره الاقلام ده حوار هناك فعلا. وانتوا ما عندكوش ميديكال تابلت؟ ايه التلوث اللي انا سمعته ده؟ مفيش ميديكال تابلت. ده تلاقيه انت في مستشفى ايه؟ مستشفى بقول لك انا في السيد شعريه. ما تبعدوا عننا بقى. امتيازه في السيد شعريه. اسمها السيد جلال. لا مش هقول عليها السيد جلال، هي السيد شعريه. باب الشعريه السيد جلال. والى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليله. نتمنى لكم جميعا صوما مقبولا وافطارا شهيا.